لما الجو بيبرد عايزين نتدفى ونظبط مزاجنا، يبقى أول حاجة بتيجي في بالنا يعني غالبا بتكون الهوت شوكليت. كوباية كده مليانة طعم الشوكولاتة دافية، وعلى الوش كريمة غنية ولذيذة تدفينا وتحسن مزاجنا وتخلينا كده في حتة تانية خالص. الكوباية دي غير أي هوت شوكليت ممكن تشربوها في أي حتة تانية، لأننا هنعمل الهوت شوكليت ميكس في البيت. بس ليه نعمله في البيت لما ممكن نشتريه جاهز؟ أقولكوا ليه؟ لا، مش هقولكوا، انتوا لازم تجربوه علشان تعرفوا ليه لازم نعمله في البيت. في البولة بتاعتنا هنحط كوباية من الكاكاو الخام. حاولوا تختاروا كاكاو خام غير محلى يكون نوعه كويس، لأن ده أساس الهوت شوكليت. وعليهم كوباية سكر، ممكن نستعمل سكر عادي أو سكر بودرة، بس هو السكر البودرة بيبقى فيه شوية نشا بتساعد على إن قوام الهوت شوكليت يبقى أحلى. لو حابين تقللوه ممكن نستخدم كوباية إلا ربع من السكر. 200 جرام أو كوباية من الشوكولاتة الغامقة. ليه غامقة؟ علشان سكرها يبقى قليل ونكهة الشوكولاتة فيها كده تبقى قوية وزهرة، وكمان أي شوكولاتة فيها زبدة كاكاو بتدي ملمس جميل جدا زي القطيفة كده للهوت شوكليت. ابشروها بالمبشرة على الناحية الناعمة أو نستخدم الشوكولاتة تشيبس الجاهزة، يعني لو عايزين نريح دماغنا. سر من الأسرار اللي بتخلي الهوت شوكليت بتاعتنا كريمي كده وناعمة وقوامها يجنن إن احنا نضيف معلقة كبيرة من نشا الذرة. هنضيف كمان معلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان، ودي بقى بتظهر طعم الشوكولاتة جدا. وللنكهة هزود معلقتين صغيرين من الفانيليا البودرة. ممكن في الحقيقة تستخدموا كمان أي بهارات تحبوها، قرفة، زنجبيل، قرنفل، ممكن حتى شطة يعني برضو ممكن، فده حسب الذوق. لو حابين ان الميكس بتاعنا يبقى طعمه كريمي اكتر بنزود كوباية من الحليب البودرة، وفي الحالة دي بنزود كمان نص كوباية من السكر. بنخلط كل المكونات مع بعض، وعلشان أنا مستخدمة قطع شوكولاتة فهحط كل الخلطة دي في محضرة الطعام وهطحنهم كده لحد لما يبقوا بودرة ناعمة. طبعا لو انتم بشرتوا الشوكولاتة بالمبشرة الناعمة مش محتاجين ان انتوا تخلطوا كل ده في محضرة الطعام. الريحة لوحدها كفاية، يعني من قبل ما أعمل منه أي حاجة ريحته كانت تجنن فعلا. ده قوامه بعد ما طحنته. نعبيه بقى في برطمانات، وهقول لكم دلوقتي إزاي نستخدم الهوت شوكليت ميكس العالمي اللي احنا عملناه في البيت. علشان الهوت شوكليت تطلع غنية ولذيذة أنصحكم إن انتوا تستخدموا لبن كامل الدسم، ده مش وقت رجيم. ويا سلام لو خلطتوا اللبن ده مع كريمة يبقى عظمة جدا. معايا كوبايتين من اللبن كامل الدسم، هزود عليهم معلقتين كبار من اللبن البودرة لأن أنا مش ضايفة مع الخلطة بتاعتي. هقلب اللبن على البارد كده علشان يدوب كويس، وهرفع اللبن على نار متوسطة كده لحد لما يبدأ يدخل كده في الغليان، يبدأ يسخن يعني. هضيف لكل كوباية من الحليب معلقتين كبار أو 3 من الميكس اللي احنا عاملينه. أنا هنا بعمل كوبايتين فضفت 6 معالق كبيرة من الهوت شوكليت، أنا عايزاها كده مشكلطة على الآخر. نقلبهم كويس لحد لما يدوبوا، ونسيب الخليط على النار، يعني نقلب كل مدة والتانية لحد لما يغلي كويس لأن فيه نشا. أنا عايزاها كده تستوي كويس. بقى تمام كده غلي، هننزله من على النار بقى ونصبه في الكوبايات. علشان التجربة تكمل، في اعتقادي إنه المج بيفرق جدا. مش عارفة أنا لوحدي اللي كده ولا في حد فيكو زيي. انا عموما بحب المجات اللي على شكل برطمان دي، في الجوانب بقى كده نروشنه ونحط صوص شوكولاته، نوتيلا دايبه، او صوص كراميل زي اللي احنا عملناه قبل كده. لو مش شفتوهوش يعني انصحكم تروحوا تشوفوه. على الوش بقى يا سلام بقى كده لو شويه كريمه يامي، ممكن كمان شويه بشر شوكولاته. يعني ممكن كمان لو بنحب المارشميلو، انا ولادي كانوا نفسهم جدا في المارشميلو بس قلت لهم لا، هو كفايه عليكم كده. عموما الجو بدأ يبرد واكيد كلنا هنحتاج لكوباية هوت شوكليت عشان نتدفى. انصحكم ان انتوا تعملوا الميكس ده وتجربوه. ولو انتوا بتشوفوني لاول مرة، انا داليا النجار ودي قناتنا داليا سجار. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس وتشجعوني كده يعني عشان نكمل مع بعض. اشوفكم على خير، سلام عليكم.